يفجر مفاجأة مدوية في ترتيب حراس مرمى منتخب مصر بكأس إفريقيا. عطل فني يضرب طائرة جامبيا في طريقها لكوتي ديفوار للمشاركة إفريقيا. كولر لجماهير الأهلي: أفتقدكم جدا، أراكم قريبا. مجلس إدارة الاتحاد ووفد الجمعية العمومية يزورون العامري فاروق شوبير. يفجر مفاجأة مدوية في ترتيب حراس مرمى منتخب مصر بكأس أفريقيا. فجر الإعلامي أحمد شوبير عضو اتحاد الكرة السابق مفاجأة من العيار الثقيل حول ترتيب مرمى حراسة منتخب مصر في كأس الإفريقية بكوتي ديفوار 2023. قال شوبير في تصريحات إذاعية: بالنسبة لمنتخب مصر تم الاطمئنان على محمد الشناوي بنسبة 100%، ونفس الأمر بالنسبة لعمر كمال عبد الواحد، ولكن أحمد الشناوي ما زال يعاني من إصابة. أتم أحمد شوبير: الحارس الثاني في غياب محمد الشناوي هو محمد صبحي، واحتمال يكون في وجود محمد الشناوي فيتوريا لديه قناعات شديدة بمحمد صبحي، وكلنا نساند وندعم محمد صبحي والمنتخب. ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية في كأس أفريقيا بكوتي ديفوار 2023، والتي تضم منتخبات غانا وموزمبيقا والرأس الأخضر. ويستهل منتخب مصر مشواره في أفريقيا بمواجهة موزمبيق الأحد 14 يناير، ثم يواجه غانا في الجولة الثانية بدور المجموعات الخميس 18 يناير، ويختتم دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر الاثنين 22 يناير. عطل فني يضرب طائرة جامبيا في طريقها لكوتي ديفوار للمشاركة إفريقيا. كشف توم سانتافيت المدير الفني لمنتخب جامبيا تفاصيل العطل الفني الذي أصاب طائرة بعثة الفريق في الطريق إلى كوتي ديفوار، مؤكدا أنهم كانوا على وشك الموت، وكانت طائرة منتخب جامبيا قد عادت إلى بلادها مرة أخرى بعد 9 دقائق فقط من الإقلاع، وهي متجهة نحو كوتي ديفوار للمشاركة في كأس الإفريقية، وذلك بسبب عطل فني. كولر لجماهير الأهلي: أفتقدكم جدا، أراكم قريبا. قال مارسيل كولر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بعد فترة شقة خضنا فيها 23 مباراة في 100 يوم، منها 10 مباريات في آخر 33 يوم قبل التوقف الدولي، يتخللها رحلات سفر طويلة ومرهقة إلى تنزانيا مرتين والسعودية مرتين والإمارات وجنوب إفريقيا. أضاف بعدها: انهمكنا 3 أسابيع في معسكر طويل من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية ثم بطولة السوبر المصري، لم يعرف يومنا فيها إلا التدريبات الشاقة ومشاهدة عدد لا حصر له من الفيديوهات وتحليلها استعدادا لضغط وشدة مباريات على أعلى مستوى. أشار كولر: وبعد أن كللت جهودنا ببرونزية كأس العالم ثم كأس السوبر المصري، كان لابد من استراحة لالتقاط الأنفاس والاستعداد للمرحلة القادمة التي تحتاج منا كل ذرة عرق وتعب وجهد، خاصة في ظل غياب 12 لاعب مع منتخباتهم سواء الأول أو الأولمبي. أوضح كولر: وفي فترة الإجازة وسط ثلوج جبال سويسرا الخلابة التي تمنحني دوما القوة والصفاء، لم أقم فقط بإعادة شحن طاقتي، لكن استغللت أنا وجزء من فريقي المساعد تلك الإجازة لحضور الدورات التدريبية الإلزامية في بل لتجديد رخصة التدريب يوفي براو. أتم كولر ورسالتي إلى جمهور الأهلي العظيم: وحشتوني جدا وسعيدا لرؤيتكم قريبا مرة أخرى. مجلس إدارة الاتحاد ووفد الجمعية العمومية يزورون العامري فاروق. زار وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم يتقدمه جمال علم رئيس الاتحاد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للإطمئنان على حالته. جاءت تلك الزيارة من جانب وفد الاتحاد المصري لكرة القدم عقب الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا، وضم الوفد إلى جانب علامة كل من محمد حلمي مشهور إيهاب الكومي ودينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.
ومحمد المشطة المستشار القانوني للاتحاد، بالإضافة لرؤساء بعض أندية الجمعية العمومية.